السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. قبل ما نبداو دائما نذكركم بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. واليوم إن شاء الله جيتكم فيديو جديد ووصفة جديدة، ولكن قبل ما نبداو حبيت نرحب بكامل المشتركات وحتى اللي تحقوا الجدد نقول لهم مرحبا وألف مرحبا. شكرا لكم وحدة بوحدة، وربي يحفظكم ويجبر بخاطركم على كامل التعليقات الإيجابية اللي راكم تحطوهم لي. واليوم ان شاء الله جيتكم بهذه الوصفه الاكثر من رائعه. بزاف يا البنات، هذه الوصفه يعني توالم شهر رمضان، غير ديروا لها حفظ وما تحوسوش كامل على البنه. يا اخي تعرفوا هنا تجيب لكم غير التوب. قولوا لي حويش كنروحوا الاسونسيال. ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفه، واذا عجبتكم ما تنسوش تخلوا لي جيم وايضا كومونتير كالعاده، وما تنسوش ايضا تبارطاجيو لي الفيديو مع احبابكم واصدقائكم هكذاك باش يلحق اكبر عدد من المشاهدين. وعلى بركه الله نبداو في ذكر المقادير وطريقات التحضير. نتمنى لكم فرجه ممتعه. بسم الله. اول حاجه نحتاج لهاد لي زيسكالوب، وكل واحد يدير على حساب افراد العائله نتاعو. كما تقدروا ايضا ولا كان عندكم صدر نتاع الدجاج حاولوا كيفاش تقطعوه الى شرائح تكون رقيقه واستعملوهم عادي. راح نديروا لهنا هاد التتبيله اللي راح نتبل بهم هاد الشرائح نتاع اسكالوب. شوفوا عندي ملعقه صغيره نتاع لا موطارد وشويه نتاع الملح، وحطيت لها شويه نتاع الفلفل الاسود والثوم، يعني هكاك واحد زوج سنينات مربيين، ولا الا كانت عندكم بودره ديروا بودره. درت ايضا تابل نتاع الدجاج وحطيت عليهم شويه نتاع الماء، واذا كان عندكم عصير الليمون ديروا قطرات. وراح نبدا لهنا بالبانسو، يعني نغطس في هذيك التتبيله وندهن كامل هاد الشرائح، يعني كما راكم تشوفوا ندهن الجهه الاولى ومن بعد نقلبها نزيد نعاود ندهن الجهه الثانيه هكاك يعني حتى وين نكمل كامل الشرائح اللي عندي. وهذيك القطعه نتاع سكالوب اللي شتوني يعني نحيتها هكا حطيتها في هذاك البول الصغيور، راح نديرها يعني باش نخدم بها الصوص. سي بوغ سا نحيتها. نتوما ولا ما حبيتوش يعني سي با لا بين، باسكو راح نطيب هادو فيها تما راح تجي صوص بنينه. ودوك تشوفوا يعني كل شيء معايا. دوك كي نكمل الوصفه راح يبان لكم وتفهموا مليح. وبعد ما كملت كامل هاد الشرائح يعني دهنتهم بهذيك التتبيله اللي درناها مع بعضنا. واش راح ندير؟ راح نعاود نغطيهم بنفس الكيس البلاستيكي اللي راه هكا فيهم هاي ليك، ونحطهم هكا بجيه ونروحوا نحضروا الصوص بلونش اللي راح نديروها بالزيتون. ديت هذيك الشريحه نتاع الاسكالوب اللي خليتها، يعني انا نحب في الصوص تكون هكا معليش قطع صغيره نتاع الدجاج يبانوا فيها. سي بوغ سا درتها. نتوما تقدروا تستغناو عليها، يعني ديروا مباشره شويه نتاع الزيت تقريبا هكاك واحد 3 ملاعق كبار مع ملعقه صغيره نتاع المرغرين ولا السمن كيما تحبوا. درت هذيك الشريحه نتاع الاسكالوب باش تتقلى معايا شويه، ومن بعد زدت ضفت لها حبه نتاع البصل تكون متوسطه، رحيتها في الربع عادي ولا تقدروا تسكرفجوها في سكرفاج. المهم ديروها البنات يعني رقيقه، حاولوا كيفاش ما تخلوش هذاك البصل نتاعكم خشين يبان لكم في الصوص. وهنا راني نزيد نربي عليهم زوج فصوص نتاع الثوم ونحرك كل شيء ونخليهم على نار تكون متوسطه، يعني يتقلاو لي هكا شويه حتى وين تشوفوا هذاك البصل دبان لكم تماما. باش نروح نضيف لها لي زيبيس. حطيت اول شيء حطيت الملح وشويه نتاع الفلفل الاسود والكركم، وعندي ايضا الكزبره مرحيه بس، وحطيت زوج وريقات نتاع الرند وزعتره. وزيدوا ديروا شويه نتاع السكنجبير، انا نسيتو لهنا ما تكثروش البنات يعني على راس المغرفه برك. وكنت درت كميه نتاع الزيتون يعني في الماء، خليته هكاك واحد نص ساعه حتى لزوج باش فقط نتخلصوا من هذاك الملح اللي فيه. وضفتوا لهنا زيتون اخضر هاوليك، وكما تقدروا ايضا ديروا الزيتون مقطع شرائح. نخليهم شويه يتقلاو ومن بعد نمرق بالماء سخون ونغطي على الصوص نتاعي ونخليها تغلي على نار تكون متوسطه. ودوكا واش راح نحتاج لهاد 3 حبات نتاع البيض باش نديرو بهم لا فارس نتاع هادوك لي زيسكالوب اللي خليناهم يعني باش يتبلوا ويشربوا لنا من هذيك التتبيله اللي درناها مع بعضنا. وبطبيعه الحال بالنسبه للبيض نتاعي راهو مغلي لهنا يعني شرشمته وربيته بهذيك الجهه رقيقه يعني بلا رب عادي. وراح نضيف له شويه نتاع الملح وشويه نتاع الفلفل الاسود، وراح نضيف له ايضا هاد القطعه نتاع الجبن، ولكن يعني ما ننصحكمش بهذا الجبن هذا البنات خاطر يذوب. من الاحسن تستعملوا الفرماج نتاع البيتزا، يعني تقطعوه هكا دي بودان صغار وتحطوهم، يعني تحطوا البيض وتزيدوا هذاك البودان نتاع الفرماج وتروليو. دوك نفهمكم كيفاه.
بالنسبه لهاد لافارس يعني خلطت كلش فيها، درت هذاك البيض مع الفرomاج طري، يعني استعملت شاف قطعه، ودرت شويه نتاع الفلفل الاسود والملح وشويه نتاع المعدنوس، وتحصلت على هذا الخليط هذا. قلت لكم انا يعني ماشي مولفه نديرو هكا، مولفه نخلي البيض هكاك مشرشم وحده، ونقطع الفرomاج. انا نستعمل دائما نابولي في هذه الوصفه، يعني نقطعها هكاك شغل اصابع، نقطع اصابع نتاع الفرomاج على حسب الشرائح نتاع لي ديسكالوب اللي عندي، ومن بعد يعني نبدا نفرسي فيهم. انا لهنا درت مباشره، ولكن باش ما نكذبش عليكم الفرomاج هذا كذاب لي، باسكو مانيش مولفه نديرو هكا. قلت لكم يعني الوليدات يقراو وانا والزوج نتاعي كنا صايمين، فكنت يعني مزروبه باش نكمل، فدرت بواش كان عندي فقط في الدار. نتوما وإلا كان درتو يعني ديرو كيما سبقت وقلت لكم، ديروه بالفرomاج هذاك اللي يجي يابس نتاع البيتزا، هذاك يحكم روحه ويشد، يعني مش راح يذوب لكم نهائيا. هاد النوعيه نتاع الجبن اللي استعملته يا البنات يعني راه جبن طري، باينه كي نحطوه في الصوص مباشره راح يذوب ويخرج كامل. يعني يقعد لنا في هذوك الرولي نتاع السكالوب، يعني يقعد لنا غير البيض هذاك المشرشم. هذا مكان ان شاء الله يا ربي تكونوا فقط فهمتوني. دوك انا نكمل نفخسي كامل هذوك لي زيسكالوب بالطريقه اللي شتوني فيها، ونغلقهم لهنا بالكوردو ونحطهم هكا بجيه، ومن بعد نعاود نولي لكم باش نكملوا الوصفه. شوفوا لهنا بعد ما كملت مباشره واش راح ندير، نديهم نحطهم في هذيك الصوص بلونش بالزيتون اللي طيبناها. وشوفوا يعني نحاول كيفاش نحطهم غير بالعقل، وما تكثروش الماء هنايا البنات، يعني حاولوا كيفاش ما تغطوهمش كامل بالماء، راح يطيبوا لكم من الفوق غير بهذيك لافابور، وما تحركوهمش تانيت، يعني خلوهم هكاك وبالخف يطيبوا، ما يدوش كامل منكم الوقت. راح نغطيهم ونخليهم على نار تكون متوسطه. وبعد هي 14 دقائق هكاك عاودت وليت ليهم، ونبدا لهنا نحاول كيفاش نحيهم. في هذا الصحن اللي يدخل الفرن دهنته بشويه نتاع المرغرين باش نعاود ندهنهم هما تاني بشويه نتاع المرغرين وندخلهم للفرن، باش برك نحاول كيفاش نحمرهم هكا من الفوق ويجونا في يعني كي ندريسيو هكا الطبسين تاعنا يجونا شابين. هاي ليك لهنا راني ندهن فيهم بشويه نتاع المرغرين. وبالنسبه للفور يعني شعلوا له غير من الفوق، قلت لكم جوست يتحمروا لنا برك غير شويه، ياخذوا لنا هكا اللون الدوغي شباب ونحوهم. ومن جهه واحده اخرى جيت لهنا قشرت 4 حبات نتاع البطاطا، وكل واحد يدير على حسب افراد العائله نتاعو. راح نقطعها هكا يعني مكعبات، ولا كيما لي فريت ولا كيما تحبوا. شوفوا لهنا نورمالمون راهي طريقه التقطاع راهي بانت لكم. نكمل كامل البطاطا نتاعي بنفس الطريقه، يعني نقطعها قلت لكم مكعبات، ونقطرها من الماء نتاعها، وندير لها شويه نتاع الملح، ونديها نقليها في لافريتوز عادي. وبعد ما قليتها عاودت وليت لهذيك الصوص، راح نفرغ فوقها مباشره هذيك البطاطا وهي سخونه باش تتشرب لي من هذيك الصوص. شوفوا الله يبارك، يعني تتحصلوا على واحد البنه يا البنات ما عندي ما نقولكم، جات بزاف بنينه. يعني ماشي خساره هذاك الفرomاج اللي داب لي وراح لي في الصوص. يعني تحصلت على بطاطا من اروع ما يكون. درت لها شويه نتاع المعدنوس، وجيت لهنا باش ندريسي معكم الصحن تاع طبق تاعنا تاع نهار اليوم. درت في الوسط يعني هذوك لي غولي نتاع السكالوب، ومن بعد زدت درت ساير داير يعني هذيك البطاطا الصوص اللي درناها بالزيتون، وراح نرش عليها شويه نتاع المعدنوس هكا من الفوق، ونديروا لها طرونش نتاع القارص. والله الله يعني هذا هو البلان تاعنا تاع نهار اليوم. ما كاش اللي ما يعجبوش وما راحش يولي مدمن عليه، خاصه في هذا شهر رمضان الكريم اللي راه جاي على الابواب. فاللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. غير جربوه يعني قبل ما يلحق، خاصه الناس هكا اللي يصوموا في هذه الايام. نقول لكم كامل صيامكم في الجنه، واللي شهيتوا في الجنه ان شاء الله. واللي لحقت لهنا في المشاهده ما تنساش تخلي الاعجاب للفيديو والاشتراك في القناه والضغط على الجرس حتى يوصلكم ان شاء الله كل جديد من وصفاتي. ومن فضلكم كثروا لي البارطاج مع احبابكم واصدقائكم باش يلحق الفيديو اكبر عدد من المشاهدين. وشكرا بزاف على المشاهده، وتهلاو لي في روحتكم وفي وليداتكم، ومع السلامه.